السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، نتمنى لكم تكونوا في تمام الصحة يا رب. اليوم ان شاء الله غادي نصاوبوا الكاب كيك بجوج ديال البيضات، مكونات متوفرة في كل بيت، كيجي هشيش فتي رطب. اكيد غادي يعجبكم الا جربتوه. والاهم اننا غادي نستغناو نهائيا على المول ديال الكاب كيك. بزاف ديال الناس كيتشهاو بحال هكا يصاوبوا الكاب كيك وما كيكونش متوفر عندهم المول وكيعكزوا عليه. بهذه الطريقه ان شاء الله غادي تصاوبي الكاب كيك بلا مول، وكيجي تماما بحال اللي صاوبناهم في المول، كيجيو في قياس واحد. وحتى الناس اللي كيكون عندهم البوفيه ديال شي مناسبه، عيد الميلاد، وكيحتاجوا كميه كثيره ديال الكاب كيك. حنا كنعرفوا دوك المول ديال الكاب كيك فيهم غير واحد العدد محدد، خاصك تسني لاطه تطيبي وتخرجيها عاد باش تعاودي ترجعيها. استعملي غير الخوي ديال الطون، منها ما كياخذوش بلاصه في الفران، وكيجيو بحال الا استعملنا ديك القوالب ديال الكاب كيك. نبداو ان شاء الله بالطريقه والمقادير في نفس الوقت. عندي هنايا جوج ديال البيضات. البيض الحجم ديالو عندي صغير، الا كان عندك الحجم ديال البيض كبير استعملي غير بيضه وحده. عندي كاس لاروب ديال سكر سنيده، نفس الكاس ديال العنبه، ولا تعبروا باي كاس عندكم. عندي ساشي ديال الفاني، واحد الرشيشه ديال الملح. غادي نطرب مزيان داك البيض مع السكر حتى كيتضاعف الحجم ديالو وكيتبدل اللون ديال البيض، كيولي اللون ديال البيض ابيض. هكا كتدخلوا واحد كميه كثيره ديال الهواء لذاك البيض مع السكر باش كيجي لكم الكيك ولا الكاب كيك هكايا منفوخ وطالع. طربوه مزيان. غادي نزيدو هنايا كاس لاروب ديال الزيت بنفس العبار باش عبرنا السكر، باش غادي نعبرو كاع دوك المكونات. عبرو باي كاس عندكم، غير ما يكونش الكاس عاوتاني كبير بزاف. والكاس ديال العنبه راه كلشي متوفر عنده. عندي هنايا كاس لاروب ديال الزيت، وبقى نزيد شويه بشويه. عندي كاس ديال الحليب، حتى هو غادي يبقى نزيد شويه بشويه، ما تخويوش دقه واحده. اي مكون زدتوه بقى تزيدوا شويه بشويه باش هكا ما كتهبطوش البيض اللي كنتو طلعتو. ومن الاحسن المكونات كاع البيض الحليب تكونوا مخرجينهم من قبل من الثلاجه، ما يكونوش باردين. حتى كنخلط المكونات مزيان كيبان ليا العناصر كامله انسجمات، عاد باش كنزيد الدقيق. هنايا عندي جوج كيسان كبار ديال العنبه. الكاس ما كتبركوش فيه هكايا باش ما كيهز لكمش كميه كبيره ديال الدقيق. جوج كيسان ديال العنبه، انا غادي نزيد جوج، ومن بعد الا خصني غادي نعاود نزيد. غنغربلهم مزيان. غادي نغربل معاهم جوج ساشيات ديال الخميره ديال الحلوى. غربلوهم حتى هما مزيان باش هكايا الا كانوا فيهم دوك الحبيبات هكا تحيدوهم، ما يبقاوش عندكم مكورين هكايا في الكيك ديالكم. كتبداو كتخلطوا غير بشويه باش ما تهبطوش داك البيض اللي كنتو طلعتوه مع السكر. انا هنايا غير مسرعه المقطع، ما كنخلط غير بشويه. هنا راه بانت ليا مازال خفيفه، انا غادي نزيدها كاس لاروب ديال الدقيق. في المجموع دات ليا 3 الكيسان لاروب ديال الدقيق. المهم القوام ديال الخليط خصو يجي شي شويه ثقيل على الكيك، يعني ما يجيش خفيف، يجي شي شويه ثقيل على الكيك. وما تقصحوهاش بزاف باش ما تجيكمش مدقصه، يعني غير شويه يجيكم القوام ديالها ثقيل شويه على الكيك. القوام ديال الكاب كيك كيجي على هذا الشكل. انا غناخذ دوك الخاوي ديال الطون، يعني فين ما استعملتو شي حك ديال الطون، ما تلوحوش داك الخاوي ديالو هكا، خليوه غسلوه وطرفوه حتى كتجمعوا واحد العدد راه كينفعوا. الا ما كانش متوفر عندكم الطون، يعني استعملوا غير داك الخاوي ديال مطيشه داك الصغير. واخا هو كيجيو فيه الكاب كيك صغيورين، ولكن راه قاضي الغرض. صافي كتاخذوا دوك الورق ديال الكاب كيك. هنا بلاصه ما ديروا ورقه واحده كتدوبلوا كديروا جوج. صافي كتبداو كتستفوا داك الورق في داك الخاوي ديال الطون. راه كيجيو في قياس واحد وما كيجيش الفرق، يعني كيجيو بحال الكاب كيك اللي كنصاوبو هكايا في المول. ولا كنتو الا ما كانش متوفر هاد الخاوي ديال الطون، تقدروا تستعملوا دوك الورق اللي كيكون شي شويه قاصح، غير هو شويه كيكون زايد في الثمن. هنايا غادي نبدا نعمر في داك القوالب ديال الكاب كيك. كنعمر غير بالمعلقه. الا بغيتو ديروا هكا في شي بلاستيكه وتقطعوا لها الراس ديالها وتبداو تعمروا، يعني عمروا بالطريقه اللي كتفضلوا. هنايا غير
بقاو الا عمرتو بمعلقه بقاو هازين معاكم داك البول فاش خلطتو باش هكايا ما تدلعوش الدنيا. ما كتعمروهمش كاملين، عمرو غير فيت النص بواحد شويه باش تخليو ليها البلاصه فاش تزيد مازال تنفخ. صافي بنفس الطريقه كنبدا كنعمر كاع دوك القوالب ديال الكب كيك حتى كنكمل الكميه كامله. وما تعمروهمش ما كتعمروهمش هكا بزاف باش كيلقاو فين هكا يزيدوا مازال يتنفخوا. هنايا من بعد ما غادي نعمرهم ونساليهم غادي نخليهم يرتاحوا نص ساعه. خليوهم هكا غير في الفران وما تشعلوش عليهم حتى كدوز نص ساعه عاد باش كتشعلوا عليهم. بغيتو انكم تخليوهم هكا في داك البول فاش خلطوا، يعني ما ديروهمش في القوالب حتى تخليوها ترتاح واحد نص ساعه. ضروري تخليوها واحد 20 دقيقه 15 نص ساعه. انا خليتها نص ساعه. بغيتو تخليوها هكايا، بغيتو تخليوها في داك البول فاش خلطوا حتى كدوز ديك نص ساعه باش كتعمروهم تخشيوهم في الفران. زينوا باش ما بغيتو لهنايا غير الشكلاط العادي قرطتو واحد شويه زينوا باللي كان، ولا تقدروا تخليوهم هكاك راه كيجيو زوينين. التزيين كيبقى اختياري وزينوا باش ما بغيتو. صافي من بعد ما كنكمل كندير لهم شويه داك الشكلاط في الوجه ديالهم. انا غنخليهم في الفران ما غنشعلش عليهم حتى كدوز نص ساعه عاد باش كنشعل عليهم. كطيبوهم بحال الكيك يطيبوا على عافيه مهيله. راهم كيجيو زوينين بزاف، كيجيو هشاش رطبين وكيعطيو تبارك الله كميه كثيره. انا راه كان مازال بقى ليا حتى عاودت هكايا حتى عاودت طيبتهم. هنايا من بعد ما كيطيبوا راهم كيجيو تماما بحال اللي مطيبينهم في دوك القوالب ديال الكاب كيك. كيجيو هشاش رطبين، المذاق ديالهم كيجي زوين بزاف. والاهم انهم كيجيو اقتصاديين وكيعطيو كميه كثيره. كنتمنى تجربوا الوصفه ديال اليوم حيت اكيد غادي تعجبكم الا جربتوها. وبصحه وراحه.